في كرة القدم في لعيبة بتجري أكتر منك، بتشوط أحسن منك، وبطولاتك جنبها ما تجيش ولا حاجة. بس في نوع تاني نادر جدا، لاعب الكرة كلها بتتمحور حواليه. الملعب بيهدى لما الكرة تبقى عنده، والخصم بيتعب من غير ما يفهم هو تعب ليه. النهاردة مش بنتكلم عن هداف ولا جناح سريع ولا مدافع شرس. النهاردة بنتكلم عن لاعب قضى حوالي 21 سنة بيحاول يتغلب على لاعب واحد بس، يتغلب على نفسه. نسخة تشافي هرنانديز 2009. تشافي اتولد سنة 1980 في طراسة كاتالونيا. من بدري وهو مختلف، مش أطول ومش أقوى ومش أسرع، بس كان أذكى. دخل اللمسية عند 11 سنة، وهناك اتعلم إن الكرة لازم تتحرك أسرع من أي لاعب، وإن الفريق أهم من النجم. تشافي نفسه قال: اليوم من أجلك وغدا من أجلي. كان بيبص لبيب جوارديولا كقدوة، وفي نفس الوقت بيتابع الدوري الإنجليزي وبيعشق كمان لاعيبته، وكان بيحب جدا جون بارنز وبول جاسكوين. من بدري تشافي كان لاعب بيفهم جدا قبل ما ينفذ. في 1998 أول مرة يلبس قميص الفريق الأول وسط نجوم كبار. في الأول لعب شوية هنا وشوية هناك، بس كان كل مرة الكورة كانت تيجي عنده تحس إن في نظام. سجل هدف مهم جدا قدام بلد الوليد، ومع إصابة بيب جوارديولا استلم هو الدفة. أنهى أول مواسمه ب 26 ماتش، وخد جايزة أفضل لاعب واعد في الدوري الأسباني. ومن هنا برشلونة عرف إن عنده مشروع قائد. السنين اللي بعد كده كانت صعبة، برشلونة بيعاني إداريا وماليا، ومدربين رايحين ومدربين جايين. تشافي كان ثابت، مش دايما نجم الشباك بس دايما قلب الفريق. اتحول لدور أعمق، بينظم اللعب، بيهدي الريتم ويطلع بالكرة نظيفة. اتعين نائب قائد، كسب الدوري واحترم الكل لحد الإصابة الكبيرة. جاله رباط صليبي سنة 2006. ناس كتير قالت خلاص، لكن تشافي رجع أهدى، أذكى وأقوى ذهنيا. بيب جوارديولا مسك برشلونة وبنى الفريق حوالين تشافي، و2009 كانت الأسطورة. ما نصحتك نصيحة مؤمن المؤمن، نصيحة خوه الخوه اللي ضيع مع البرصة يبكي، وتشافي هرنانديز أحلى كابيتان يسجل هدف ولا بالأحلام. على طريقة الفيلم انت تصمد 90 دقيقة وانا نسجل في 91 يا جرانادا. 1-0 من تشافي الكابيتان، وسجل هدف غالي، هدف غالي. 20-20 غرناطة يرفض دخول التاريخ. تشافي كان دايما بيعمل ابتسامات من غير سبب، كلامه قليل ومفيش أي احتجاج، وقميص اليونيسيف متقسم نصين. قبل كده لو لاعب نص الملعب عمل 10 مساهمات يبقى موسم تاريخي، لكن تشافي كسر القاعدة دي. 10 أهداف زائد 31 تمريرة حاسمة، كل دول من لاعب مش صانع ألعاب صريح. كلاسيكو 6-2 تشافي صنع 4 أهداف. ونهائي دوري أبطال أوروبا 2009 تمريرة بالراس لميسي خلت برشلونة يفوز 2-0 على مانشستر يونايتد. فيرجسون وقتها قال: عندهم تشافي وانيستا يعني يقدروا يحتفظوا بالكرة طول الماتش، لدرجة انه قال لمساعده اثناء الماتش: مفيش في ايدينا حاجة نعملها، اقعد واستمتع بجمال الخصم. تشافي وقتها سجل رقم قياسي في المباريات الرسمية مع برشلونة، 767 ماتش قبل ما يعدي ميسي. وكان أول لاعب في تاريخ برشلونة يلعب أكتر من 150 مباراة في البطولات الأوروبية وكأس العالم للأندية. كمان كان الأعلى صناعة للتمريرات الحاسمة في الدوري الأسباني في مواسم مختلفة، رقم رسمي يثبت عبقريته في صناعة اللعب وتنظيم الهجمات. تشافي ما كانش بس صانع ألعاب، ده كان ذكاء تكتيكي كامل. تمريراته بالكعب، قرايته للماتش، الضغط على الخصم، واستغلال المساحات الصغيرة كانت كلها أمثلة على عبقريته. كان بيسيطر على وسط الملعب، بيوزع الكرة، بيتحكم في الريتم ويخلي الفريق كله يلعب على سرعته هو. اليوم سنتحدث بلغة الحاضر، لا ذكر للماضي، فقط الحاضر الذي سيبني المستقبل يا تشافي هرنانديز. لاحظ الرائع شافي، لاحظ الرائع شافي يتقدم ويصنع الهدف الثاني. عندك لاعب من فصيلة شافي. تشافي يا معلم، تشافي كل الكلام قلنا فيك، مش ممكن على هذا اللاعب. ميسي نجح لأنه وراه تشافي، وراه انيستا، هذه حقيقة لابد أن تذكر. بس هو في الطريق الصحيح، هو في الطريق الصحيح بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. يورو 2008 تشافي كان أفضل لاعب في البطولة. مارادونا وقتها قال: تشافي خلى أسبانيا تمتلك سلاح الاستحواذ. قبل كأس العالم 2010 لعب مع منتخب الشباب وفاز بكأس العالم للشباب 1999، وده يبين جذوره الدولية. في مونديال 2010 599 تمريرة صحيحة، 91% دقة، 15 كيلو جري في النهائي.
تشافي وقتها كان منظم اللعب الرئيسي للمنتخب طول البطولة، مش بس في التمريرات لكنه كان المحرك الذهني لكل هجمة. يورو 2012 تشافي عمل 136 تمريرة في ماتش واحد، اسيستين في النهائي، أول لاعب يصنع في 2 نهائي يورو. الاتحاد الأوروبي ضمه ضمن فريق البطولة في 2008 و2012، وده كان اعتراف رسمي بقيمته. وبعد رحلة طويلة في برشلونة، تشافي انتقل لنادي السد القطري سنة 2015. أول ماتش ليه مع السد القطري صنع تمريرة حاسمة وأظهر إنه لسه محافظ على مستواه الهادي. ساعد كمان السد على إنه يتوج بعدة بطولات محلية، أهمها كان كأس أمير قطر سنة 2019 بعد تمريرة حاسمة في النهائي، وده اللي خلاهم يفوزوا على الريان 2-1. وكمان دوري نجوم قطر 2018-2019، وشارك في حوالي 82 ماتش، سجل أكتر من 21 هدف وقدم أكتر من 27 تمريرة حاسمة، وكان تأثيره واضح جدا على وسط الملعب وكمان التحكم في الريتم بتاع الفريق. الفترة دي مش مشهورة زي برشلونة، لكن اللي اتعلمه الفريق من أسلوبه ظبط أداء السد على مستوى التمرير والسيطرة. تشافي كمان كان ليه تأثير كبير على اللعيبة الشباب زي بوسكيتس وبيدري وحتى لعيبة السد الشباب، كان دايما بيعلمهم ازاي ان هم يقروا الماتش ويحافظوا على الاستحواذ، وده بيضيف بعد انساني وتعليمي لمسيرته. مش بس كده، تشافي مثال حي على تطور دور صانع الالعاب في كرة القدم الحديثة، وازاي فرق كتير دلوقتي بتقلد اسلوبه في توزيع الكرة وتنظيم الهجمات، وده بيوضح ان تأثيره مستمر حتى بعد اعتزاله. بعد مسيرة طويلة في برشلونة، رحيله كان مشهد درامي. تشافي قرر يسيب النادي اللي صنع اسمه فيه بعد 17 سنة، وكان وداعه مليان مشاعر ودموع واحترام من كل زمايله وإدارة النادي. في 6 يونيو 2015 دخل كبديل عن انيستا في نهائي دوري ابطال اوروبا ضد اليوفي، رفع الكاس كقائد، وده كان اخر ماتش ليه مع برشلونة، لحظة مؤثرة لكل مشجع للنادي. يبكوا الجميع ويتألق ويفوزوا على الجميع. آسف للجميع، هذا عصر البارسا مع تشافي وغني بارسا بارسا، هذا هو البارسا. مع برشلونة لعب 767 ماتش رسمي، وحقق فيهم 8 دوري اسباني، 4 دوري ابطال اوروبا، و3 كاس ملك اسبانيا، و6 كاس سوبر اسباني، و2 كاس العالم للانديه، و2 سوبر اوروبي. ومع منتخب اسبانيا فاز بكاس العالم 2010 ويورو 2008 ويورو 2012. اما بخصوص ارقامه الفرديه، تشافي كان افضل لاعب في يورو 2008 وافضل صانع العاب في العالم IFFHS 4 مرات، وكان ضمن تشكيلة فيف برو 6 مرات، ولعب أكتر من 700 ماتش مع برشلونة وأكتر من 1000 ماتش في مسيرته الاحترافية كلها. روبرتو كارلوس قال لو عايز تكسب برشلونة راقب تشافي. ريان جيجز قال تشافي ده لاعب شطرنج بيفكر 3 نقلات لقدام. بيرلو قال تشافي هو نبض برشلونة. وبيب جوارديولا قال مش سهل إنه يتكرر. وإنيستا قال تشافي هو عقل كرة القدم. أما ليونيل ميسي قال هو الوحيد اللي شايف الملعب قبل ما الكرة توصل له. تشافي حياته الشخصية كانت لطيفة جدا، كان متجوز من نوريا كونيليرا وعندهم بنت اسمها آسيا اتولدت سنة 2016. تشافي اعتزل كرة القدم سنة 2019 بعد مسيرة طويلة جدا كانت مليانة إنجازات وأرقام قياسية، علم جيل كامل يعني إيه تلعب بعقلك مش برجلك وبس. وفي الآخر تشافي قضى مسيرته كلها بيحاول يتغلب على لاعب واحد بس، هو تشافي نفسه، نسخة 2009. ونسخة زي دي يمكن الكورة عمرها ما هتشوفها من تاني.